كطالب زراعة اخبارك يا دكتور؟ دكتور مين؟ انا مش مهندس. مش مهندس ازاي وانت لابس ما بلطو؟ انا مش مهندس دكتور. تعاني من ايه كطالب زراعة؟ بيتقال لي يا فلاح، فلاح راح فلاح جه، ولما اشتكي لاهلي من الحاجات اللي بتحصل لي في الكليه بيقولوا لي ما تشيلش هم يا ابني، احنا نجيب لك جاموسه ونربطها لك جنب البيت وتسرح بيها كل يوم. ايه اللي خلاك تدخل زراعة؟ عشان يتقال لي يا باشمهندس وعشان تخصصاتها كتير. كانت حلم حياتي. انا كداب بصراحه عشان مجموع اللي رماني عليها. مين الكلية اللي عندكم مشاكل معاها؟ بتوع علوم شايفين نفسهم علينا ليه كده؟ عشان بياخدوا نفس المواد اللي بناخدها بس بالانجليزي، فشايفين ان موادهم صعبه، بس احنا في زراعه متطورين شويه ناخد الانجليزي لوحده. ايه اللي بيضايقك من المجتمع كطالب زراعة؟ ان انا لما اقول لاي حد اني مهندس زراعي بيقول لي لا انت مجرد فلاح مثقف. لما اكون لابس ومتشيك بيتقال لي ايه يا ابني النظافه والشياكه دي، انت جبت الحته على الحبل ولا ايه؟ الله، انت مش كنت فلاح من يومين؟ انت كطالب زراعة لما حد يسألك سؤال ما تعرفوش تعرف تجاوبه؟ وفي حاجه انا ما اعرفهاش؟ انا في زراعه، انا بالصلاه على النبي بفهم كل حاجه في اي حاجه. وفي نهاية البودكاست ده تحب تقول ايه للمجتمع؟ انهم يبطلوا يقولوا لنا اننا كليه فلاحين، احنا ناس متعلمه، ويا ريت بتوع علوم يحلوا عننا شويه في الشغل، ما يوجعوش دماغنا. وانا مش فلاح، انا مش مهندس دكتور قد الدنيا.